شايفين السمبوسة القمر دي؟ النهاردة هنعمل سمبوسة بحشوات مختلفة وأفكار جديدة، وهقولك الطريقة الصح للف السمبوسة بمنتهى السهولة، وازاي تعمليها في الفرن أو في الإير فراير وتطلع لونها ذهبي بالشكل ده. حلوة جدا، مستوية كويس من جوه ومورقة ومش ناشفة خالص، والأهم إنها خفيفة ومش شاربة زيت. بجد طعمها أحلى كتير جدا من اللي كنا بنقليها في الزيت. ده غير القرمشة بجد خطيرة. السمبوسة من أنجح الوصفات في الإير فراير، وهقولك الوقت والحرارة المناسبين لكل نوع سمبوسة. ولو أول مرة تشوفيني، أنا قناة سو لايف، هتلاقي عندي كل وصفات الإير فراير. ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك فيديوهاتي الجديدة. وحبايبي اللي بيتابعوني، أنا بعتذر لهم جدا، الفيديو ده متصور من قبل رمضان، المفروض كان ينزل قبل رمضان، وكل فيديوهات التفريزات هقول لكم السبب آخر الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو ونعمل أول حشوة الجبنة المطاطية. في حلة على النار هضيف معلقتين كبار زبدة ومعلقتين كبار دقيق، وهقلبهم كويس لغاية ما الدقيق يستوى وتبدأ تظهر ريحته كأننا بنعمل بشاميل بالظبط، وانزل عليه بكوباية لبن بالتدريج، اللبن اللي هو الحليب، وأقلبهم كويس لغاية ما يبقى القوام كريمي جدا بالشكل ده. هضيف عليه كوباية ونص من الجبنة الموتزاريلا، اختاري النوع اللي يعجبك، بس الأفضل تختاري نوع يكون جبنة طبيعية، وربع معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة من حبة البركة، وهتقلبي كويس لغاية ما الجبنة الموتزاريلا تسيح خالص، وهتبقى بالشكل ده. هحطها في طبق واسيبها تبرد. الحشوة التانية معايا هنا ميكس جبن رومي على شيدر على موتزاريلا، هقسمهم على طبقين بالشكل ده. أول حشوة هعمل حشوة البيتزا، هضيف فلفل ألوان متقطع صغير، وزيتون أسود وأخضر برضو متقطع صغير. أي حاجة تحطيها في حشوة السمبوسة لازم تكون متقطعة صغير، وشوية من الزعتر، ومعلقة كبيرة من صلصة البيتزا. أنا بعمل صلصة بيتزا سريعة في الميكرويف، هسيبها لك في صندوق الوصف. ونقلبها كويس، ودي تاني حشوة معانا. الحشوة التالتة هعملها ميكس جبن، بس هضيف عليها جبنة مثلثات أو جبنة فيتا أو جبنة كيري اللي موجود عندك واللي تحبيه. وكده معايا 3 حشوات بالجبن. تقدري تعملي كيري بالبسطرمة، بتبقى حلوة جدا، أو جبنة فيتا عليها شوية حبة البركة أو شوية من الزعتر. في حشوات كتير جدا للسمبوسة. ده غير طبعا حشوة اللحمة المفرومة. في حلة على النار بحط معلقة زيت واحدة، وانزل عليها بنص كيلو لحمة مفرومة تاخد صدمة وتبدأ تغير لونها. أضيف عليها بصلة كبيرة مفرومة ناعم، والبهارات ملح وفلفل وبابريكا عادية، ورشة بسيطة من البهارات السبعة، ورشة بسيطة جدا من القرفة. وبعد ما تستوى والبصل يدبل خالص، بطفي عليها واضيف ليها شوية من البقدونس المفروم ناعم. وتقدري تعملي حشوة شاورما فراخ، بتبقى حلوة برضو. وهنا معايا معلقتين دقيق على معلقتين مية، بقلبهم كويس عشان يبقوا خليط بالشكل ده نلزق بيه السمبوسة. اختيار نوع السمبوسة مهم جدا عشان تطلع حلوة معاكي في الفرن او في الاير فراير. انا بستخدم السنبلة، وفي انواع تانية حلوة، بس المهم السمبوسة تكون رفيعة بالشكل ده، بلاش اللي بتكون تخينة، ما بتطلعش حلوة قوي في الاير فراير، بتاخد لون من بره وبتستوى، لكن من جوه بتفضل زي ما هي. لكن دي عشان رفيعة وخفيفة شفافة بالشكل ده، بتطلع مستوية كويس من جوه ومورقة وهشة. وكمان اختاروا السمبوسة تكون طرية وفيها لمعة بالشكل ده، لان في انواع بتكون ورقة السمبوسة ناشفة جدا، دي تنفع تتقلى في الزيت، لكن في الاير فراير او في الفرن بتطلع ناشفة، ودي مشكلة عند كتير منكم بيسألوني عنها، وده بيكون سببها ان عجينة السمبوسة هي اللي ناشفة. السمبوسة في الاير فراير مفيش احلى ولا اسهل منها، بس اختاري نوع حلو. ودي افضل طريقة للف السمبوسة للبنات اللي لسه جديدة في المطبخ، هتطلع معاكي بشكل منتظم جدا. هتجيبي طرف السمبوسة وتتنيها بالشكل ده، وبعدين ترجعي تتنيها تاني. عايزين نعمل شكل مثلث متساوي، هيبقى عندك زي الجيب كده، هنحط فيه الحشوة. لو هتحطي حشوة الجبن ما تكتريش عشان ما تطلعش بره السمبوسة. حشوة الجبن حاولي تخليها قليلة، ونلفها بالشكل ده، وتأكدي ان الزوايا مش مفتحة عشان ما تخرجش منها الجبنة. تاني هوريكي بلفها ازاي. هيتبقى عندك طرف في الاخر هتدخليه بالشكل ده، وكده تبقى عملتي سمبوسة شكلها منتظم وبطريقة سهلة. الخطوة دي اختياري، بس أنا بحب أميز كل نوع سمبوسة ويبقى شكلها مختلف. أنا حطيت زاوية المثلث في خليط الدقيق بالمية، وبعدين في حبة البركة، لأن السمبوسة دي عاملاها بالحشوة المطاطية اللي هي فيها جبنة بحبة البركة. تقدري تعمليها لو هتقليها في الفرن أو في الإير فراير، لكن بلاش لو هتقليها في الزيت. لو مش عارفة تلفي السمبوسة على إيدك، ممكن تحطيها على أي حاجة وتتني الطرف بالشكل ده، بيبقى فيه جزء كده خارج لبره، وبعدين الجهة دي بتجيبيها هنا. كده عملتي شكل المثلث المنتظم. امسكيها في ايدك واحشيها برضو بنفس الطريقة، واكد عليكي تاني حشوة الجبنة تبقى قليلة. لو انت عاملة حشوة لحمة مفرومة او فراخ
عادي كتري براحتك، لكن الجبن لازم تكون قليلة عشان مع الحرارة الجبن بتسيح وبتغلي جامد جوه السمبوسة، بتبقى عايزة تخرج من أي مكان، فلما بتكوني ملياها حشوة جبنة لازم تطلع بره السمبوسة. المرة دي لزقت الطرف ودخلته جوه السمبوسة، وهرصهم بالشكل ده عشان ما يلزقوش في بعض، وبعدين ارصهم في علبة وادخلهم الفريزر. وهحشي السمبوسة باللحمة المفرومة، هعمل معاكم واحدة بس من كل نوع واكمل الباقي براحتي. حشوة اللحمة المفرومة أو الفراخ زودي براحتك زي ما قلتلك. ودي حشوة البيتزا، برضو مش هنكتر الحشوة عشان ما تخرجش بره، وتقفلي السمبوسة كويس. ودي حابة أميز شكلها وتكون باينة إنها بحشوة البيتزا. بدهن كده بظهر المعلقة شوية من الخليط وأحط عليها شوية من الزعتر، وهعمل سمبوسة بنفس الحشوة بشكل تاني. هستخدم 2 من السمبوسة، هحط واحدة بالشكل ده والتانية عكسها، واحط الحشوة في النص وابدأ اقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا بقولك افكار من باب التجديد والتغيير، لكن طبعا لو حابة تعملي السمبوسة بالشكل المعتاد براحتك. هيتبقى في الاخر جزء صغير هندخله برضو جوه بالشكل ده وهنقفلها كويس، بقت شكلها شبه المربع، شبه المطبق اللي احنا بنعمله بالجلاش. وده شكل تاني، هجيب شوية من البقسماط الناعم، وعملت السمبوسة المرة دي بحشوة ميكس الجبن، وبعدين هنزلها في خليط الدقيق بالمية عشان نعمل لها كفر بالبقسماط بالشكل ده. وممكن تعملي سمبوسة حلوة بنفس الطريقة، هقولك ازاي واحنا بنعمل السمبوسة الحلوة في اخر الفيديو. انا جمدت السمبوسة في الفريزر وبعدين رصيتهم في علب او ممكن في اكياس، ويلا بينا على الاير فراير وهقولك كل نوع بياخد وقت قد ايه وعلى درجة حرارة كام. اول حاجة هجرب معاكم سمبوسة وهي لسه فريش وطرية، يعني مش مجمدة. السمبوسة دي بحشوة البيتزا ومش عايزة الجبن تطلع بره. انا حطيتها على ورق اير فراير او ورق زبدة عادي، وحطيت عليها رشة زيت بسيطة جدا، واخترت الوقت 10 دقايق على درجة حرارة 160. وبعد 7 دقايق قلبتها على الجهة التانية وزودت الوقت كمان دقيقتين، يعني كده أخدت معايا 12 دقيقة على درجة حرارة 160. ولو حابة تاخد لون أكتر زودي كمان دقيقة أو 2. طبعا الوقت ممكن يزيد أو يقل دقيقة أو 2 حسب قوة الإير فراير عندك. المهم إن أي نوع سمبوسة بالجبنة تعمليها على درجة حرارة هادية على حرارة 160، لأن لو عملتيها على حرارة عالية الجبنة بتسيح بسرعة وبتغلي جامد وبتخرج من أي مكان. وزي ما قلت لك في أول الفيديو، حشوة الجبن خليها قليلة وقفلي السمبوسة كويس. وكمان السمبوسة بالجبن الأفضل تجمديها الأول قبل ما تقليها في الإير فراير عشان الجبنة تاخد وقتها على ما تسيح وما تطلعش بره السمبوسة زي ما انتوا عايزين. بس مش مشكلة خالص حتى لو طلعت واحدة أو 2، احنا كده كده برضو كانت بتخرج الجبنة واحنا بنقليها في الزيت أو حتى بنعملها في الفرن. المهم عندنا إنها خفيفة ومش شاربة زيت. ودي السمبوسة باللحمة المفرومة بعد ما فرستها، هعملها معاكم وهي مجمدة. وهنا بوريكي ان الشبكة عندي بتاخد حوالي 10 سمبوسة في المرة الواحدة، لكن انا هجرب معاكم 4 بس. اللي عندهم مشكلة في ان الزيت بيجي على جنب الشبكة وبيبقى صعب معاهم في التنظيف، ممكن ترشي الزيت او تدهيني الحاجة اللي انت بتعمليها بره الاير فراير الاول وبعدين تنقليها. لكن انا بالنسبة لي عادي، لان متعودة بعد ما بخلص بمسح جناب الشبكة بمنديل مطبخ وهي لسه سخنة عشان ما يتكونش دهون ابدا في الجناب. السمبوسة بحشوة اللحمة أو حشوة الدجاج أو حشوة الخضار بعملها على درجة حرارة 180، وبتاخد وقت حوالي 12 دقيقة أو حسب ما توصلي للون اللي انت حباه. أنا ليه بعملها على حرارة 180 مش 200؟ عشان مش عايزاها تاخد لون بسرعة من بره وتكون طبقات السمبوسة من جوه عجينة لسه ما استوتش. كده بتطلع أخدة لون ذهبي حلو جدا ومورقة وهشة، والسمبوسة مستوية كويس من جوه. ودول باقي أنواع السمبوسة اللي فرستها معاكم: السمبوسة بحشوة الجبنة المطاطية وبحشوة البيتزا وبحشوة ميكس الجبن وعليها كفر بالبقسماط. المرة دي أنا دهنتها زيت بالفرشة. وزي ما قلت لكم أي نوع سمبوسة بالجبنة بختار حرارة 160، والوقت طبعا هياخد أكتر من 12 دقيقة لأن دي مجمدة، هتزيد دقيقتين أو 3. أخدت معايا 15 دقيقة. أكيد لاحظتوا إن بدهن السمبوسة زيت من جهة واحدة بس وما بتطلعش ناشفة ومحجرة زي ما بعضكم بيقول، وده لأن عجينة السمبوسة أصلا حلوة وطرية فمش محتاجة زيت، يعني أنا ممكن أعملها من غير زيت خالص. وقلت لكم في أول الفيديو إزاي تختاروا عجينة السمبوسة اللي تطلع حلوة في الإير فراير أو في الفرن. تاني حاجة، أنا بحط ورق إير فراير أو ورق زبدة تحت السمبوسة على عكس ما بعمل في كل المقليات، لأنها مش هتلزق فيه والورق هيخلي السمبوسة متنشفش منك. واللي بيقولوا ان بيحطوا ميه تحت الشبكه عشان السمبوسه تطلع طريه، انا حذرت قبل كده من الموضوع ده. مش كل انواع الاير فراير بتستحمل وينفع تتحطي فيها ميه، ومكتوب ده في التحذيرات، فبلاش تنصحوا غيركم بحاجه فيها احتمال ان تضروا. بعد ما خلصت السمبوسه اللي بالجبنه، حطيت معاها السمبوسه باللحمه اللي كنت عاملاها في الاول وبردت، وده اللي كنت بعمله في رمضان. اوقات بنعمل السمبوسه بدري شويه عن الفطار فطبعا بتبرد، وانا من الناس اللي بحب اكل السمبوسه تكون سخنه،
فبجهزها عادي، وقبل الفطار بحطها دقيقة أو 2 تسخن وبتبقى كأنها لسه معمولة حالا. دي السمبوسة اللي باللحمة المفرومة، ودي اللي بحشوة الجبنة المطاطية بحبة البركة، ودي بقى حشوة البيتزا اللي حاطين على وشها زعتر. شايفين السمبوسة مقرمشة ازاي وهشة ومورقة مستوية كويس من جوه. والسمبوسة اللي عملناها بحشوة ميكس الجبن وعليها كفر بقسماط طلعت حلوة جدا ومختلفة. وتقدري تعملي بنفس الطريقة سمبوسة حلوة. الحشوة بدل ميكس الجبن هتعمليها بالكريمة أو القشطة الكدابة أو حتى بالجبنة الكيري، والكفر بتاعها بدل البقسماط هتعمليها بكنافة مفرومة ناعم وترشيها زيت وتعمليها في الاير فراير بنفس الوقت والحرارة. ولما تطلع وهي سخنة هتحطي عليها شربات تقيل بارد، وكده نبقى عملنا أحلى سمبوسة في الاير فراير برشة زيت بس. ونسيت أسألكم، بتقولوا عليها سمبوسة ولا سمبوسك؟ اكتبولي في التعليقات بتسموها ايه عندكم وفي أي بلد عشان ناخد برأي الأغلبية. ويلا بينا نعمل حاجة حلوة وسريعة بالسمبوسة. أنا هنا اتبقى معايا حبة صغيرين قسمتهم بالنص، وهمسك كل واحدة ألفها رول والزق الطرف بتاعها بالشكل ده. وعلى ما ألف باقي الكمية هقول لكم ليه غبت عنكم في رمضان، مع إني مصورة الفيديو ده من قبل رمضان، هو وفيديوهات تانية للتفريزات وأكلات جاهزة على التسوية، عشان ما تفكروش إن أنا مقصرة معاكم. ده كان غصب عني بجد. أنا ما كانش معايا موبايل طول رمضان غير موبايل قديم صغير، ده اللي كنت برد عليكم في التعليقات منه، لأن الموبايل بتاعي وأنا بصور وقع هو والحامل، جزء من الشاشة ما عادش بيشتغل، فبعته على أمل إنه يتصلح عشان ما غيرش شاشة، لأن طبعا الآيفون الشاشة بتاعته غالية فوق ال 14,000 جنيه، ففضل عندهم طول رمضان وفي الآخر برضه ما صلحوهوش، واضطريت إن أنا أغير الشاشة. الحمد لله كله خير، بس قلت لازم اعرفكم عشان متابعين الحلوين اللي كانوا بيسالوا عليا فينك يا سو كل ده يعرفوا ان غصب عني. ولو حابين انزل لكم الفيديوهات اللي كنت مصوراها قبل رمضان اكتبوا لي في التعليقات. ونرجع بقى للسمبوسه. بعد ما لفتها رول رشيت عليها زيت ودخلتها الاير فراير 5 دقايق على درجه حراره 180، وبعدين قلبتها وشغلت تاني 5 دقايق على درجه حراره 200. على ما تخلص حطيت في طبق شويه سكر عليهم شويه من القرفه وقلبتهم مع بعض، ولو عندك سكر بني يبقى احلى. كده صوابع السمبوسه اخدت اللون اللي انا عايزاه. هطلعها وهي سخنه على السكر والقرفه على طول عشان يتغلفوا كويس، بس طبعا الاير فراير بتطرد الزيت الزياده، فحسيت السكر والقرفه ما لزقوش كويس على السمبوسه، رشيت عليهم رشه زيت واحده عشان اعرف اغلفهم بالسكر والقرفه. ودي النتيجه، حلوه جدا سهله سريعه ما خدتش 10 دقايق. قدمتها في كاسات مع حليب مكثف محلى، وممكن تضيفي ليه جبنه كيري وتعملي صوص السينابون. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.